السلام عليكم جميعا، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا طيبين وفي احسن صحة وحال. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. طبعا انتوا عارفين معايا، انا متفقة معاكم من قبل رمضان ان انا بقى مختفية في رمضان ولكن قلت يعني ايه، اديكم نبذة مختصرة عن مسلسل حياتي في شهر رمضان من اول ما الشهر بدأ. انا مش عارفة الفيديو هينزل يوم ايه، بس هيبقى تقريبا عدى اسبوع ولا حاجة على رمضان. طبعا هنا احنا سابقين بيوم، فانا مش عارفه احنا كام رمضان النهارده. هذه المقاطع كانت من اخر رمضان قضيته في مصر السنه اللي فاتت، الانوار والزينه والكلام ده، كنا ماشيين بعد الفطار في الشارع، فانا حبيت ان انا افكر نفسي برمضان اللي بقى مليان بهجه وفوانيس وحاجات كده يعني. الحمد لله. المهم نرجع بقى لارض الواقع. صحيت متاخر كالعاده. شوفوا نظامي في رمضان، انا بنام اصلا بعد الفجر، فطبيعي هصحى براحتي، وطبعا مخططه هطبخ ايه وكده. فلما بصحى بحب افتح البيت، اطفي التكييف. طبعا احنا اللهم صل على النبي كده صيفنا وشلنا الشتوي خلاص. انا سامعه ان الجو في مصر اليومين دول برد جدا، لكن هنا احنا خلاص في الصيف. المهم بصحى بفتح البيت، ببتدي الف لفه سريعه كده، عارفين ايه؟ اطفي التكييف، اشغل السخان، اشغل قران. بدو لي يا ولاد ان اللابتوب بيتصلح، كنت بشغل عليه قرآن، بشغل عليه حاجات تونسني، بس للأسف الله يرحمه. المهم يعني كان شغال في أول رمضان ووصل معانا لتالت يوم الحمد لله وما عادش شغال. المهم ما علينا، وطبعا مفيش عندي شاشة ولا بتاع، فقاعدين في صمت رهيب أنا وانتو. وبعد كده بدخل على الغسيل. يا اما بيبقى عندي غسيل فشغل عليه الغساله، يا اما بكون غاسله من قبليها بيوم. طبعا مفيش منشر بره ولا حاجه، فلازم ابيت الغسيل عشان ينشف، وبفتح عليه الشباك كده شويه، دخلنا شويه صهد حلوين من بره. واول ما بفتح الشباك بحس بصهد كده جاي، فبحب الغسيل ياخد يتهوى يعني. المهم بلملم الغسيل، وانا مش بقعد واطبق الغسيل كله بقى، لا، باخد فئة فئة يعني، اطبق الفوطين 3 واروح اشيل الفوط في مكانها، اطبق هدوم الخروج بتاعتي واشيلها في مكانها، وهكذا. ده يومياتي بتبدأ كده كل يوم. نصحى نفتح البيت، نساوي السرير، نهوي نروق وتمام. والمنشر بحب ألم من عليه الحاجات، لأن زي ما انتوا عارفين، مش عارف زي ما انتوا عارفين على اساس انكم عايشين معايا وكده يعني انه المكان ضيق، فالمنشر مفتوح بيبقى واخد مساحة كده، وانا بحب اظبط الدنيا والمكان يبقى مش مبهدل. المهم دي عباية امي فكنت هلبسها، فحطيتها. بحب يبقى معايا حاجه كده من ريحه ماما، يعني من وانا جايه من مصر. هي العبايه دي من ريحه ماما، وهي شويه حاجات، وبيتي زوزو كمان حبت توريكم الفانوس بتاعها. ده فانوس زوزو يا ولاد، وادعوا لي ارجع مصر عشان اشوفها وبعد كده بيبقى عندي وقت، لو انا مخططه وعارفه هطبخ ايه وبتاع، فبقعد بقى ايه، لو كان الظهر اذن فبصلي، بقرا شويه في الورد بتاعي. المصحف ده كنت جايباه وانا جايه برضو معايا، انا عارفه انه قديم، ولكن هو بابا اللي كان عاطيهولي. فزي ما قلت لكم كنت واخده من كل، من يعني ايه، من ريحه كل حد حاجه. ف الحمد لله على كل حال. انتوا بقى طمنوني عليكم، قولي اخباركم ايه، عاملين ايه في الصيام، عاملين ايه في رمضان؟ إيه، انا بتعب في الصيام في الشتاء اكتر من الصيام في الصيف، مع انه المفروض العكس يعني. بس الحمد لله على كل حال، ربنا يشفينا جميعا. بعد ما بخلص وبعمل كل هذه اللفة كده، ما برتاحش يعني، ما اقدرش عقلي كده ما يستوعبش اني هدخل المطبخ او اطبخ او اعمل اي حاجة غير لما بخلص واروق كل التفاصيل دي. بعد كده بحس الطبيخ هادي. احيانا بيبقى المطبخ نايمة وهو رايق كده وغاسلة مواعين السحور، ده بيكون الغالب يعني. واحيانا ببقى بعد السحور مش قادرة اقف على رجليا، فبسيب المواعين عادي. بس اليوم ده كان المطبخ نضيف. بنفطر ازاي بقى في رمضان؟ بعمل تمر بلبن، اللي هو تمر بحليب يعني. كان عندي اخر حبة صغيرين من الحليب. انا بعمل 3 تمرات بالعدد، احنا مش بنعمل خشاف، هما ال3 تمرات في شوية الحليب على قد فرد واحد، عشان انا ممنوع اكل، ممنوع اشرب لبن، فما باكلش انا تمر بلبن. ساعات كده كل قرن يعني نفسي تروح انها تاخد شوية لبن، بس بحاول ما لبخش قوي. وببقى مجهزة من بالليل او مخططة انا هعمل ايه، لو في لحوم او حاجة هتطلع من الفريزر بكون مطلعها من بعد السحور، مطلعها من الفريزر احطها في التلاجة من تحت، ولما اصحى الصبح اطلعها من التلاجة من تحت اسيبها على الرخامة بره تفك بالتدريج. فانا كنت مطلعة نص فرخة
بصوا اليوم النهارده ما مشيش زي ما فيش اي حاجه مشيت زي ما انا عايزه. كنت متبله نص فرخه وهشويها، وكان عندي شوربه بايته من امبارح، دي شوربه لحمه عادي. فقلت هعمل شويه لسان عصفور، وهعمل رز اسمه ايه، بالبسله والجزر. كان رز بالخلطه كده. وبصور معاكم، وقال البت بقى كاتبه منيو وبتاع، وعملت طحينه، وعملت بابا غنوج شويه بتنجانيه. وقلت هعمل شويه خضار سوتيه. ليه عامله كذا حاجه كده؟ عشان انا ببقى يعني ايه، انا ما بعرفش اكل على الفطار، ما ببقاش جعانه قوي. يعني مش الاكل اللي هو بقى جعانه قوي، لا باكل حاجه بسيطه وبرجع جوه تاني على الساعه 10 ولا حاجه. وبعدين الطحينه وقعت اتكسرت هي والطبق، فلميناها ورميناها. وبعد كده الاكل كله اتلغى. جوزي كلمني وقال لي ان هم عاطينهم وجبات في الشغل، فما كملتش بقيه الاكل وما صورتش. بالنسبه للحلويات ما بعملش حلويات. بالنسبه للعصير ما بعملش عصير، بنجيب عصير جاهز. فمقطع العصير ده كان في يوم تاني بقى. خلاص احنا جنبنا كده في محل عصير اسمه خوخو مشمش. ده اللي بنجيب منه من اول رمضان. صوبيا، الصوبيا بتاعته حلوة. وده كان تمر بحليب برضو، بس مع عصير. وجربنا المانجا، وجربنا منه حاجة كانت شبه الفيمتو كده، بس انا مش بحب الفيمتو. وبس. وعصاير بقى عادية، اللي هي العصير بتاع دي انا اصلا بحاول على قد ما اقدر، والحمد لله يعني الى حد ما. بحاول ما اشربش عصير كتير عشان السكر، يعني بشرب بس كميه بسيطه. بالنسبه للحلويات قلت لكم مفيش. الفاكهه ما حدش بيبص لها، احنا بنشتري بالعدد 3 4 برتقانات، 3 4 سفنديات. وانا ماليش في الفاكهه خالص، لا في رمضان ولا في غير رمضان. بس انا ناويه ان شاء الله لما ربنا يكرمنا ونقبض ممكن اجيب جلاش وزبيب وجوز هند وحاجات كده، ممكن احتمال. واعمل جلاش كده في الفرن واحط عليه شربات. ممكن. يعني في دماغي اعمل حلويات بسيطه. فين حاجات رمضان ما جبتش، بس طبعا عشان نمشي الاسبوع بس الاولاني جبنا لحمه. ده الجزاره اللي احنا بنجيب منها، اخر مره جبنا اللحمه منها كانت تحفه. كانت حلوه قوي 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 قوي. فانا بعمل يوم لحمه، يوم فراخ، يوم اكل عادي بقى. وجبنا بتاع البرجر ده، اللي هو سادية. لو حد هنا وجرب نوع برجر لحمة كويس يقول لي ده مش وحش. منتجات سادية دي اصلا عادي، كنت مجرباها ايام السعودية. والستريبس بتاعهم عجبني. جبنا برضو ستريبس حار. الحاجات دي بتنفع في ايه بقى؟ في يوم آه، مزنوقين كده وعايزة اعمل حاجة سريعة. انا مبحبش المقليات الكتير، بس يعني كان تغيير. كنا في اليوم ده بقى اللي هو خلاص عدى كام 4 أو 5 أيام من رمضان، وزهقنا من الأكل التقليدي. لأن طبعا كل هذه المقاطع مش في يوم واحد. فجبنا الفراخ الستريبس لا هو ده بروست ولا ستريبس. عجبني. لأنه قطع فراخ، مش فراخ مفرومة كده. وكمان جبنا الكايزر ده وكايزر التاني بتاع البرجر. واليوم ده كنت عملت سندوتشات برجر وبروست وبس. هي الايام كده يعني، ما فيش حاجه طبعا. ما خرجتش من اول رمضان. وهرجع اعيد وازيد عشان انا ورايا رغايه، واقول لكم ادعوا لي الاقامه بتاعتي تخلص عشان اعرف افوق. هي الحمد لله طبعا يعني خلاص هانت، فاضل خطوه تقريبا. وجبنا كمان صوصات، وبعتذر بقى على المقاطعه يعني. مايونيز عادي، مايونيز بالثوم. صوص رانش. الصوصات دي كنت انا كاتبه الحاجات اللي انا عايزه اشتريها. بس انتوا عارفين انا ما كنتش بره، والحاجه بتتجاب. يعني عادي الحاجات جت هقول لا الحمد لله. يعني المهم الحاجات دي هتنفع برضو. بتقعد بقى عندي الصوصات كتير، بس بقى عادي في التلاجة وبنستخدمها وقت الاكل وخلاص. جبنا كمان حاجات للسحور. كان عندي ايه للسحور؟ كان عندي بيض، كان عندي جبنه. وكل يوم البيض والجبنه وشويه الشيبسي وخلاص. فقلنا نغير شويه، فجبنا مش. وجبنا كمان ليمون مخلل. هتقول كمية املاح كتيرة، اكيد مش بناكل الحاجات دي كلها مع بعض. يعني انا في العادي بنحط جبنة مثلا ملح خفيف مع زبادي. المش ده لسه جاي امبارح ودقته النهارده، لطيف عادي شغال ومش حر قوي. كنت حاسه خايفه ان هو يبقى حر، بس لا كويس. وجبنا كمان ايه يا ربي. انا يا ولاد بعد الفطار اول 3 أو 4 ايام في رمضان كنت بعد الفطار بحس ان انا هموت.
هموت عايزه انام ومصدع، مع اني ما بتقلش في الفطار. بس بقالي يومين اهو الحمد لله احسن، بقيت ببقى فايقه بعد الفطار. ليه؟ عشان ما بيبقاليش نفسي على الفطار اكل. يعني انا لسه من شويه الساعه 10 مثلا عملت لي سندوتش، وبعدين طالبه معايا قوي في رمضان يعني تقولي نفسك تفطري ايه؟ انا نفسي افطر سندوتش فول، سندوتش جبنه رومي، انما طبيخ ورز وخضار مش عايزه. جبنا كمان البتاع دي لحم لانشون. انا مش ماليش تقل في اللانشونات قوي، بس قلت كتغيير انه يتحط جنب السحور كده، او ساعات ممكن اعمل بيض، بيض مع لانشون، او اعمله في حشوات حاجات لما نتغني ان شاء الله واجيب سمبوسه وحاجات دي. غالبا انا هشتري حاجات رمضان بعد رمضان. والله انا بيتهيألي والعلم لله، يعني انا بسجل صوت على الفيديو ده يوم 6، او داخلين باين اللي هو الساعه هتعدي 12، فهنبقى يوم 7، فاللي هو خلاص يعني اسبوع عدى. جبنا كمان الكب كيك ده. اني برغ معاكم يا ولاد، برغ معاكم بدل ما اكلم نفسي من بعد ما اللابتوب باظ وانا قاعده بكلم الحيطان. المهم بعد ما بنخلص الفطار، انا بقوم مع الفطار بخلص المواعين وبشطب المطبخ، وبعد كده حاجه من اتنين: يا بحط معطر برش معطر، يا اما بشغل بخور. ما بعملش الاتنين مع بعض. بصراحه البخور بالنسبه لي احلى من المعطر، وبحب ابخر بمستكه كمان. طبعا المستكه غاليه يعني، بس يعني مش مهم، كده كده ما بحطهاش في الاكل. بس ايه، بحب انه ريحه البيت تبقى حلوه، مشغله الشفاط. الموضوع ده بيفرق في نفسيتي جدا. واهم حاجه في يومي، اهم من الاكل ومن العلاج ومن الميه، الشاي. عارفين المدمنين؟ انا من اول رمضان ما شربتش قهوه خالص، خايفه اشربها لان انا اصلا بسهر قوي، فلو شربت قهوه كمان هتسهرني زياده، بتبهدل الدنيا عندي، بتبوظ ضغطي ونبضات قلبي، حكم السن بقى، انتوا عارفين امرأة مسنة وكده. لكن الشاي ده حبيبي. طول بقى من وقت الفطار، بعد الفطار قصدي، بعد صلاة العشاء كده شاي، اديني شاي، بس هي كوباية واحدة بشربها في اليوم. اما النعناع ممكن من مرة لمرتين، وده لازم اشربه اخر حاجة بقى. وطبعا بوقف اكل عشان العلاج، فأجاركم الله يعني العلاج بتاعي لازم امتنع عن تناول الطعام قبله ب3 ساعات وبعده، عشان بيتفاعل مع الاكل. المهم ما علينا. بخلص هذا اليوم، طبعا مش متابعة حاجة، انا شايفة المسلسلات كلها بايخة والحاجات كلها بايخة، والناس كلها عمالة تزعق وتصرخ. انا مش متابعة، ما عنديش تلفزيون، بس طبعا على النت بتلاقي المقاطع كده ظاهرالك، فالموضوع ممل مش مستاهل. شفتوا بقى زينة رمضان اللي انا عملتها؟ زينة رمضان ابهار ابهار. هي فين الزينه؟ هي البتاعه اللي بتنور اللي انتوا شايفينها دي. العصير بتاع خوخ ومش ده اللي وريتهولكوا في اول الفيديو، كان في جوه العلبه في بتاعه كده بتنور، عاملينها يعني حركه يعني عشان رمضان. فانا لما بتاعه العصير بتخلص برميها، بس باخد البتاعه اللي بتنور فيها دي، افضل حطاها تنور لي في المطبخ شويه لحد ما الحجاره بتاعتها تخلص. زينه دي ولا مش زينه؟ عملت بهجه ولا ما عملتش؟ المهم يعني بضحك على نفسي وخلاص. بس ده كان الفيديو بتاع النهاردة. انبهارات رمضانية، فيديو رمضاني بامتياز. ما علينا، اكتبوا لي اي حاجة في التعليقات حلوة كده، وادعوا لي وخلاص. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله قريب، وان شاء الله مرة جاية اجيلكم باي خبر حلو وبس. وشكرا جدا جدا ليكم، والسلام عليكم.